Hello everyone, welcome to this episode. Today we will study Unit 8 Work Experience. النهاردة إن شاء الله هندرس مع بعض الوحدة الثامنة البارت الأولاني. عنوان الوحدة بيقول Work Experience. Let's study the vocabulary. تعالوا بينا ندرس الكلمات بتاعتي النهاردة من الجزء ده من الوحدة الثامنة اللي عنوانها Work Experience. طب يعني إيه Work Experience؟ يعني خبرة العمل. يعني الوحدة النهاردة كلماتها وكل الريدنج باسجز والليسننج باسجز بتاعتها والجمل الاكزامبلز اللي فيها هتبقى عن الورك والاكسبيرينس والتقدم لوظيفة وكل الامور دي والسي في بقى وانواع الوظائف. تمام كده؟ طب تعال نشوف اول وورد معايا كده. يا ترى ايه اول وورد معايا؟ apply. ايه ده، verb ولا noun؟ ده verb. معناه ايه؟ يتقدم. يتقدم يعني ايه؟ يطلع لقدام يعني؟ لا، مش معناه يطلع لقدام ولا يطلع فوق حتى، لا، معناها يتقدم لوظيفة، يتقدم لدراسة، يتقدم لدرجة علمية أو درجة وظيفية. طب هو الفيرب apply بياخد حرف الجر ايه؟ لو أخد يعني بياخد حرف الجر for. apply for the job. apply for the job. يتقدم لوظيفة. apply for a degree. apply for a position. طب ايه تصريفاته؟ applied. applied ده فعل regular، فعل منتظم. طب ايه الناون منه؟ انا قلت لكم قبل كده كتير جدا ما بدرست الورد لوحدها كفيرب، بشوف لو في ناون منها، لو في adjective، لو في مثلا الديريفاتيفز المشتقات الكتير منها، شوف السينونيم المرادف ليها، الانتونيم العكس بتاعها، عشان يبقى عندي ثروة لغوية. اوكي، طيب كلمة apply ايه الناون منها؟ application. يعني ايه؟ التقدم ليه، او ممكن يبقى معناها استمارة التقديم نفسها. application. يا مس ده انا عارفه ان كلمه application يعني تطبيق، ده معنى تاني. كلمه application يعني تطبيق بنزله او بحمله من على الانترنت وبستخدمه. يعني الواتساب ما هو ده application، تطبيق. بس انا النهارده مش مستخدمه كلمه application بالمعنى ده، انا مستخدماها كناون من verb apply اللي هو التقدم لشغل وظيفه او التقدم لدرجة علمية او دراسة معينة. تمام؟ طب تعالوا نشوف الديفينيشن وكمان الاكزامبل. بيقول لي apply معناها to make a formal request، ان انا اعمل طلب رسمي. usually written، عادة ما بيكون مكتوب كده. الطلب اللي انا متقدمة بيه ده عادة ما بيكون مكتوب. for something، عشان حاجة، such as a job، زي وظيفة، a place، مكان، at a university، مكان في جامعة، أو permission to do something، أو إن هو تصريح علشان أعمل حاجة معينة. فأنا دايما ما دي حاجة رسمية يبقى أنا بقدم طلب رسمي، بقول apply for يتقدم لي. طب في حاجة تانية، في كلمة شبيهة كده اسمها applicant. أنا لما بتقدم لشغل وظيفة أو بتقدم لحاجة معينة بيبقى اسمي applicant، متقدم للحاجة دي. خلاص، يبقى apply for، application، applicant. والمتقدمين للوظيفة أو للدراسة اسمهم applicants بالجمع. for example، على سبيل المثال بيقول لي I have just applied for a job as a teacher. أنا لسه يدوبك حالا وتوا متقدم لوظيفة كمعلم. I have just applied for a job as a teacher. وأنا كمان مليت الاستمارة أو الورقة بتاعت التقدم، الطلب الرسمي. I filled in the application. ده مثال كده من دماغنا نقوله. I filled in the application. طب ايه كمان؟ انا بقى اسمي ايه لما تقدمت؟ بقى اسمي applicant. اوكي، شايفين الكلمات مشتقة كلها من كلمة واحدة او verb واحد ازاي؟ What's the next word؟ هو انا لما بتقدم للحاجة المعينة دي وخلاص وبقى اسمي متقدم وقدمت الابليكيشن واستخدمت الفيرب apply for يعني يتقدم لي، بيبقى اسمي ايه؟ candidate. يعني ايه؟ مرشح للحاجة دي، مرشح للدراسة دي، مرشح للوظيفة دي. جمعها ايه؟ candidates. اوكي، طب تعالوا نشوف الاكزامبل وكمان الديفينيشن. بيقول لي a person who is interested in getting a specific job
degree or position. يعني شخص بيكون مهتم بالحصول على وظيفة معينة، أو degree يعني درجة، أو position يعني درجة وظيفية. في فرق ما بين degree درجة علمية و position يعني درجة وظيفية، يعني ترقية كده، درجة في الشغل يعني. For example, he is an MA candidate. يعني هو مرشح أو دارس في الماسترز. MA يعني ماسترز ديجري، يعني الماجستير. لما أقول على حد إن هو MA candidate يعني مرشح أو دارس لدراسة ماجستير أو متقدم لدراسة الماجستير يعني. He is an MA candidate. Candidate. What's the next word؟ يا ترى الكلمة اللي بعد كده إيه؟ شايفين الصورة دي؟ إيه ده؟ ده حاجة كبيرة قوي. إيه ده؟ ده very big. colossal. colossal adjective بمعنى عملاق. very big, huge, enormous يعني كبير جدا في الحجم. مش بس بتوصف الأشخاص، ولكن ممكن توصف الأشياء، وهي غالبا ما بتوصف الأشياء أصلا. For example, to avoid colossal disasters, everyone must be in charge. لتتجنب الكوارث الكبيرة والفظيعة لابد وأن يكون كل شخص مسؤول. أوكي، فين الادجكتيف بتاعتي؟ colossal. colossal معناها إيه؟ very big كبير جدا، ضخم أو هائل. What's the next word؟ قبل ما أقول الword look at the picture. بصوا على الصورة. إيه ده؟ CV. احنا عارفين ان CV بنسمعها كتير لما بتقدم لوظيفة بيطلبوا مني الايه؟ CV. لو سمحت ابعت لنا CV بتاعتك. خلاص، يعني ايه CV اصلا؟ والحرفين دول بيرمزوا لايه؟ بصوا كده بقى، curriculum vitae. curriculum vitae يعني سيرة ذاتية او سيرة حياتية. هي الكلمة دي انجليزي، الكلمة دي لاتينية. انا مش فارق معايا هي لاتينية ولا انجليزية، احنا اخدناها من اللغة اللاتينية علشان يبقى معناها سيرة ذاتية. تعال نشوف الديفينيشن وكمان الاكزامبل. بيقول الديفينيشن ان الكاريكولم فيتاي هي a summary of a person's education, experience and skills. يعني تلخيص لتعليم الشخص وخبراته ومهاراته. كل ده بيتكتب في CV او اللي بنقول عليها curriculum vitae. It's a Latin phrase، عبارة لاتينية، and means ومعناها course of life. course of life يعني سيرة الحياة. تمام؟ For example، على سبيل المثال، if you want to apply for the job، إذا كنت تريد أن تتقدم للوظيفة، kindly لطفا send us your CV via email. ارسل لنا السي في بتاعتك عن طريق ايميل. via email يعني عن طريق الايميل. كلمة via ده هي معناها باي، يعني عن طريق الايميل. خلاص. what's the next word؟ يا ترى ايه الكلمة اللي بعد كده؟ ابص في الصورة، الله، دي وظيفة والناس قاعدين كتير جدا اهو طول اليوم، كل ايام العمل، all the working days، وكل ال working hours، كل ساعات العمل. يبقى اسمها وظيفة بدوام كامل، full time. full time يعني بدوام كامل. اقول full time job يعني وظيفة طول ايام العمل او طول ساعات العمل. a job someone does for the whole of the working week، يعني حد بيعمل الوظيفة دي كل أيام الأسبوع. تمام كده؟ For example، I really dream to get a full-time job. أنا بجد بحلم إن أنا أحصل على وظيفة بدوام كامل، full-time job. هتقولوا لي طب ما في وظائف مش بدوام كامل، يعني بوقت مؤقت شوية، مش بطول الأيام الأسبوع. يعني ممكن أشتغل يومين بس، أو 5 ساعات بس، أو ساعتين في اليوم بس، مش طول الساعات العمل ولا كل أيام العمل. هنسميها إيه بقى؟ part time. part time يعني وظيفة بدوام جزئي، يعني لجزء من الوقت مش طول الوقت. أوكي، يبقى أنا كان عندي full time يعني بطول الوقت، يعني بدوام كامل، أو أو part time اللي هي عكسها، اللي معناها لجزء من الوقت أو بدوام
يا ترى ايه الكلمة اللي جاية؟ بص على الصورة دي كده. Oh my God، يا خبر، ده المبنى هنا فيه مشكلة كبيرة جدا جدا، ده فيه كارثة، ده فيه disaster. disaster يعني كارثة، مشكلة كبيرة جدا. يعني ايه؟ a big problem or accident، يعني مشكلة كبيرة أو حادثة. For example, earthquakes are natural disasters. الزلازل هي كوارث طبيعية. earthquakes are natural disasters. يبقى الورد اللي كانت عندي ايه؟ disaster. disaster دي noun ولا verb؟ noun. معناها ايه؟ كارثة. طب وكارثة برضو معناها ايه؟ big problem، حاجة مشكلة كبيرة جدا. او يعني accident، ممكن تبقى حادثة برضو اقول عليها disaster. طب ينفع استخدم الصفة منها؟ اقول على الحاجة كارثية اقول عليها ايه؟ disastrous. disastrous. اوكي، نزود بقى حصيلة كلماتنا. تعال نشوف كلمة كمان. What's the next word؟ يا ترى ايه الكلمة اللي جاية عندي؟ بصوا في الصورة كده. انا استراتيجيتي استخدم الايه؟ البيكتشرز النهارده. بصوا كده النهارده على الكلمة دي او على الصورة دي. HR. HR. مش بتسمعوا الناس يقولوا لكم ايه؟ لو عايز تعرف معلومات عن الوظيفة دي تواصل مع ال HR. ايه ال HR ده؟ اللي هو مسؤول التوظيف. طب مسؤول التوظيف في شركة او في مؤسسة او القسم بتاع ال HR ده بيشير لإيه؟ human resources. human resources يعني الموارد البشرية. طب القسم اللي هو human resources أو الشخص المسؤول عن ال human resources اللي بنشير له بال HR. HR بالرمز ده مسؤول عن إيه بالظبط؟ مسؤول عن إن هو find people to work، بيلاقي الناس عشان تشتغل، أو organizes training to a company، هو اللي بينظم التدريب للموظفين في الشركة دي. يبقى الهيومن ريسورسز سواء هو قسم أو شخص هيبقى معناه، لو هو قسم هيبقى معناه the department، القسم اللي who finds people، اللي بيلاقي الناس to work عشان يشتغلوا، and organizes training at a company، وبينظم التدريب في شركة. اسمه ايه؟ human resources. والشخص نفسه اسمه ايه؟ HR. تمام كده؟ طيب for example، على سبيل المثال، if you want to learn more about the job kindly contact the HR. if you want to learn more about the job kindly contact the HR. لو انت عايز تعرف معلومات اكتر عن الوظيفة لطفا تواصل مع contact، يعني تواصل مع the HR، الشخص المسؤول بتاع الموارد الايه؟ البشرية. next word، نبص على الصورة دي كده. in charge. in charge المسؤول. يعني ايه المسؤول؟ حد مسؤول عن حاجة بنقول عليه the person in charge، الشخص اللي هو مسؤول، يعني responsible for. in charge معناها being responsible for. for example، the accident happened because the person in charge wasn't in charge or didn't know how to be in charge. الحادثة دي حصلت لأن الشخص اللي هو المفروض يبقى مسؤول ما كانش مسؤول أو ما كانش عارف إزاي يبقى مسؤول. يبقى الإكسبريشن بتاع in charge، على فكرة النص ده اللي هو في الإكزامبل ده متاخد بالنص من الريدنج باسج بتاعت الجزء ده من الوحدة. بيقول لي the accident happened because the person in charge wasn't in charge or didn't know how to be in charge. يعني ما قدرش يعرف ازاي يبقى مسؤول او هو ما كانش مسؤول. يبقى in charge يعني مسؤول responsible. What's the next word؟ يا ترى ايه الكلمة اللي بعد كده؟ نبص في الصورة كده. ده في حد كبير كده زي ما يكون ايه صاحب شركة، وفي حد صغير كده زي ما يكون لسه بيتمرن في الشركة. بنسمي الشخص اللي هو الشاب ده اللي بيتمرن في الشركة دي علشان ياخد الوظيفة دي بعد كده، بيتمرن لفترة عشان يتدرب على الورك اكسبيرينس والورك سكيلز، المهارات العمل دي بنسميه ايه؟ intern. intern يعني الشخص اللي راح يتدرب ده لفترة قصيرة عشان يحصل على الوظيفة بعد كده، او ان هو ياخد المهارات بتاعت الوظيفة دي بنسميه intern. an intern. تمام؟ يبقى intern معناها
a person who is working at a company for a short time. Sometimes without pay. احيانا ممكن ما يندفعلوش فلوس على فكرة، احيانا يكون ما بياخدش salary على التريننج ده، على التدريب ده، لان هو برضه مستفيد to get work experience علشان يحصل على الخبرة بتاعت العمل ده. تمام كده؟ لما اقول for example if you to get the job at a company أو if you want to get a job at the company where you are an intern, find out the skills you will need for the job. To get a job at a company where you are an intern, find out what skills you will need for the job. علشان تحصل على الوظيفة في الشركة اللي انت فيها بتتدرب، اللي انت متدرب فيها، حاول تكتشف المهارات اللي انت محتاجها للوظيفة دي. دي كانت كلمة intern. هتقولي طب ما فيش نون تاني منها؟ هقول لكم فيه، وهو ده النكست وورد. بصوا كده، internship. internship يعني ايه بقى؟ فترة التدريب في الكومباني دي او في المكان ده. الفترة التدريب اللي ممكن تبقى مدفوعة او مش مدفوعة، واللي انا بعملها to get a job at this place عشان اخد الوظيفة دي، وممكن تبقى without pay او بسالري، يعني ممكن بدون دفع او بتكون فيها salary معين. اوكي، يبقى معناها when someone works for a company for a period of time to get work experience. لما شخص يعمل في شركة أو لحساب شركة لفترة من الوقت ليحصل على خبرة العمل دي. internship. internship ده noun. for example لما يقول لي the main reason for doing an internship is to get a job afterwards. السبب الرئيسي لإنك تعمل فترة تدريب internship هو إنك تحصل على الوظيفة دي بعد كده afterwards. okay, what's the next word؟ يا ترى إيه الكلمة اللي بعد كده؟ الله، إيه الصورة دي؟ دول توين دول ولا إيه؟ دول توأم شبه بعض قوي. mannerism يعني style. special way يعني ايه برضو؟ يعني الاتنين دول sisters، صح؟ اتنين اخوات، لما بيجوا يتكلموا بيبقى الستايل بتاعهم المانريزم زي بعض، متشابه جدا. هنقول example ونفهمه اكتر. when they speak لما بيتكلموا، ليلى and her twin، ليلى والتوأم بتاعها اللي هي اختها التوأم have the same mannerism. بيكون لهم نفس الاسلوب، نفس الطريقة الخاصة في الحديث، لازمتهم كده شبه بعض. mannerism اسلوب، طريقة خاصة، style. okay, time for practice. choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. The first sentence الجملة الأولى بتقول she space for a job at the new project. she for a job at the new project. يا ترى employed ولا wanted or worked or applied؟ الجملة معناها هي ايه الوظيفة في المشروع الجديد؟ ها يا ترى employed يعني وظف حد، ولا wanted يعني أراد، ولا worked يعني عمل أو اشتغل، ولا applied يعني تقدم ليه ومعاها الفيرب كمان البريبوزيشن بتاعها أو حرف الجر بتاعها في الجملة اللي هو for، موجود for أهو، يبقى محتاجين الفيرب ايه؟ برافو عليكم، applied for a job at the new project. تمام. طب what's the next sentence؟ الجملة التانية بتقول ايه؟ she has got a job and the work hours are 8 p.m. to 2 p.m. 8 a.m. يعني من 8 الصبح to 2 p.m. for 6 days a week. هي حصلت على وظيفة ايه؟ وساعات العمل بتاعتها من 8 الصبح 8 a.m. يعني 8 صباحا لغاية 2 p.m. 2 مساء لمدة 6 أيام في الأسبوع اللي هي كل الworking days. يا ترى دي نقول عليها part time ولا half time ولا full time ولا free time؟ بصوا بقى،
احنا عايزين وظيفة تكون بدوام كلي. طب الكلمة اللي معناها دوام كلي من الكلمات دي ايه؟ برافو عليكم، full time. full time excellent. طب لو كانت دوام جزئي كانت هتبقى ايه؟ part time. امال ايه half time اللي مكتوبة في الاختيار بي ده؟ انتوا عارفين الوقت ما بين الشوطين في مباريات كرة القدم مثلا على سبيل المثال بيبقى اسمها half time، اللي هو الوقت اللي ما بين الشوطين او المباراة، قسمي المباراة، خلاص بنسميه half time. امال free time دي معناها ايه؟ وقت الفراغ. free time بتساوي ايه؟ leisure time بتساوي ايه؟ spare time. امال جملتي اخدت كلمة ايه؟ full time معناها ايه؟ دوام كلي، يعني وظيفة بكل ايام الاسبوع وكل ساعات العمل. اوكي. the next sentence، الجملة اللي بعد كده بتقولي الجملة she has a space. لما بقول space يعني مكان فاضي. she has a space care worker in a nursing home on Tuesdays and Thursdays. هي بتشتغل كمقدمة رعاية، عاملة رعاية في حضانة كده في أيام الثلاثاء والخميس. الله، أيام الثلاث والخميس بس؟ طب تمام، هنشوف بقى الوظيفة دي هنقول عليها إيه. يا ترى part time ولا half time ولا free time or full time؟ الوظيفة دي هتكون إيه؟ برافو عليكم، part time، يعني وظيفة جزء من الوقت بدوام جزئي، لأن هي هتشتغل يومين في الأسبوع بس. تمام. والاختيارات اللي موجودة احنا لسه مراجعين اوريدي عليها وقلنا معناها في الجملة السابقة. very good. تعال نشوف السنتنس اللي بعد كده. if you want to apply for the job please send us your. لو انت تريد ان تتقدم لهذه الوظيفة لو سمحت ارسل لنا ايه؟ curriculum vitae or curriculum content or curriculum view or curriculum review. ها، برافو عليكم. السي في اللي هي curriculum vitae. curriculum vitae، ما هي السي من curriculum والفي من vitae. تمام. طب امال ايه المعاني اللي موجوده عندي؟ curriculum content يعني محتوى المنهج، curriculum view منظر المنهج، curriculum review مراجعه المنهج. لا، احنا اخدنا curriculum vitae علشان تبقى الجمله if you want to apply for the job please send us your curriculum vitae. let's space this crossword puzzle together. يلا بينا نعمل ايه في اللعبة اللي هي متقاطعة together. تعالوا بينا نعمل اللعبة دي مع بعض. يا ترى احط did ولا doing ولا do ولا to do؟ نفتكر ان بعد let الله، طب انا مش فاهمين حاجة، هي ايه let's دي اصلا؟ let's يعني let us. لا بقى يا مس، ده انت بتقولي لنا حاجات غلط. ليه؟ ده انت عندك apostrophe اس في الكلمة، ازاي تبقى اس يعني؟ ما هي مختصرة، هي كان اصلها let لوحدها وبعدين اس يو اس لوحدها وبعدين استخدمها بسرعة كده واختصرها فبقت let's اللي هي let us يعني دعنا، يعني الفيرب let وبعدها الاوبجكت اهو المفعول به. فاضل ايه بقى؟ المصدر من الفعل. برافو عليكم، يبقى انت هتقولوا لي عرفناها دلوقتي. let's do the crossword puzzle together. يلا بينا نحل الكلمات المتقاطعة مع بعض. يبقى let's معاها infinitive اللي هو to. the next sentence، الجملة اللي بعد كده تعالوا نقرأ ونحل، لأن practice makes perfect يعني الممارسة بتخلي الإنسان ممتاز. practice makes perfect. الجملة بتقول إيه؟ what made you space that؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ تعال نشوف الاختيارات. to do ولا done ولا do ولا doing؟ الفيرب السببي اللي عندي في الجملة إيه؟ made. لا ما خدناهوش النهارده يا مس. لا خدناه بقى. هو verb make يعني يصنع عادي، يعني يجعل او يصنع. تمام، يجعل شخص يعمل حاجه، ولكن مستخدمينه في صيغه الماضي لان تصريفاته make made made. يبقى made هنا ايه اللي جعلك، ايه اللي خلاك تعمل ده؟ طب انا made كنت بستعمل وراها ايه؟ او make لما كنت بجيب وراها الاوبجكت كنت بجيب صيغه الفعل شكله عامل ازاي؟
نفتكر كده قاعدتنا. برافو عليكم. do infinitive مصدر من الفعل، يعني الفعل لوحده كده من غير أي إضافات. What made you do that؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ What made you do that؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ The next sentence بيقول لي my friend allowed me space. لما أقول space يعني نقط. his car twice. صديقي أو صديقتي سمحوا لي، يعني خلوني، يعني ادوني البرميشن ده، يعني ان هم سمحوا لي ان انا اعمل ايه؟ his car twice، سيارته مرتين. صديقتي او صديقي خلاني استعمل سيارته مرتين. استخدم اهني صيغة to use ولا use or using or use. افتكروا الفيرب allow كده، الفيرب ده بالذات بياخد to plus infinitive. excellent. to use يبقى my friend allowed me to use his car twice. Very good. Well, thank you so much for joining me today. This is the end of our episode. See you inshallah next time. I hope you found it beneficial. Till I see you again. It's now goodbye. Take care.